عندي واحد السجن عرفتش قال لي خصني ندير شي موتيف باش انايا دابا مكرفس هنا في رمضان، خصني ندير موتيف باش نمشي ندوز رمضان في السجن. يلا اوتيل لانه هنايا أوتيل. خصو ما ياكل وهادي وهادي، تما راه كل شيء الماكله والصحه والتطبيب نمشي معاك بعيد. كاين حالات اللي كيكون عنده الدياليز ولا عنده شي مرض القلب ولا شي مرض خايب، كيدير موتيف باش يمشي للحبس، لان كلمه كيمشي للحبس كل شيء التطبيب ديالو حتى العمليه الجراحه كل شيء على حسب الدوله بالمجان. السلام عليكم استاذي الفاضل. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي محمد مرحبا بك دار. الله يبارك فيك، نشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، الله مرحبا بك في البرنامج ديالنا وديالك واش عادي. نبغيو كما العاده نتعرفوا عليك ونعرفوا المشاهدين ديالنا ديال القناه ديالنا على شخصكم الكريم. الاستاذ مس محمد زفوك، المحامي بهيئه المحامين باكادير وقلميم والعيون، ورئيس المركز المغربي لصوت العداله والتكوين. شكرا جزيلا على انك قبلتي الدعوه وجيتي لنا. مرحبا لنا الشرف لهذا البرنامج المتميز المتالق. الله يكبر بك. كما ولفنا كنناقشوا مواضيع اللي هي تطفو على السطح. الموضوع اللي بدي نناقش معك اليوم هي العلاقه ما بين الجيل الثاني والجيل الثالث. مؤخرا لاحظنا بان الهوه ما بين الجيل الثاني والثالث غدا وكتكبر، وبعض الاحيان كتكون شبه منعدمه، وكل طرف كيشوف راسو هو اللي فاهم على الاخر. الصغار كيقولوا للكبار نتوما ما كتعرفوا والو، الكبار كيقولوا للصغار نتوما ما كتعرفوا حتى شي حاجه، وكيصبح حالات وسلوكيات عدائيه وقطيعه في العلاقه. في نظرك استاذي علاش كل مدى وحنا كنتقدموا هاد الحالات ديال التباعد كتزيد بين الاصول وبين الفروع ديالهم؟ شنو هو السبب؟ بالنسبه للاجيال ممكن نقول لك ماشي الجيل الاول والثاني، ممكن نقولوا اجيال، لانه جيل تبع جيل، لانه ممكن نصنفوهم حسب السن، نصنفوهم حسب الفتره اللي عاشوها. الجيل ديال السبعينيات راه مازال كاين، ديال الستينيات مازال كاين، وحتى ديال الخمسينيات راه مازال كاين، وكاين الاجيال دابا حتى السبعينيات راه بوحدو، ومن السبعينيات حتى الثمانينيات راه بوحدو، التسعينيات بوحدو، وكاين واحد الجيل اللي كنقول ليه ديال 2000 الى 2020. الجيل ديال التسعينيه هو ديك الحلقه اللي تقلب فيها كل شيء. وهنا اللي بغيت نعرف وكل شيء الجيل القديم مع هذا الجيل ديال التكنولوجيا وديال الحداثه كتلقى واحد الهوه كبيره. راه ممكن نقول لك كاين الجيل بين الجيلين. غير هنايا الا غنناقشوا هاد الهوا خصنا نعرفوا بان عندنا الاشكال ديالنا ديال التباعد بين الاجيال. ماشي تباعد، كاين صراع بين الثقافات. الجيل السابق عايش واحد الثقافه ديال الاسره ديال الدوله المغربيه في واحد العصر ديال الاستعمار ومن بعده ديال الاستقلال، اضافه الى الدور ديال المساجد في التكوين والتوعيه، وما كاينش الروض، اضافه ثاني الى المجتمع والاسره. كاينش وسائل التواصل كثيره، ما كاينش وسائل التواصل كثيره، والعنصر المؤثر الكبير هو الام والاب والجد والجده، وحتى القصص وحتى التلفزه ما غير متناوله، والراديو بشكل احتكاري للتلفزه المغربيه ولا ديال الاذاعه ديال الراديو المغربيه. يعني حتى الثقافه كاين واحد التشبع ديال الثقافه السائده المهيمنه في هذاك الجيل. ديك الساعه كانت العائله الكبيره الى حد هذاك الجيل المتشبع بالاسره والتوارث ديال الاسره بالطريقه التقليديه. اللمه ومن بعد جاي الجيل ديال الثمانينات والتسعينيات، 2000 جاء الجيل ديال التليفون، الجيل ديال العولمه، 2010 لدابا جاء الجيل ديال الذكاء الاصطناعي، ديال الواتساب، ديال الفيسبوك، ديال مجموعه من فضاءات التواصل الاجتماعي والقنوات واليوتيوبرز والى غير الى حد دابا. وحتى الاسره جا هذا الجيل لقى هذه التكنولوجيا وهذه العولمه اللي حلات لنا الباب على مصراعيه، ولقات بان الاسره تحولت من اسره العائله الكبيره الى الاسر النوويه اللي كتلقى فيها الاب والام وواحد الدري ولا جوج، عكس العائله قديما كتكون العائله كبيره كتلقى الدار فيها الجد والجده والاعمام والوليدات كتلقى الدار عامره، كل واحد كيدير الدور ديالو، الدور التربوي ديالو. دابا ما بقاش، دابا ولات الام خدامه والاب خدام والدور التربوي ما كاينش. لا دابا عنصر مؤثر بالوسط الخارجي. دابا كتلقى الدري ولا البنت راه معاك في الدار، واني عقليه اوروبيه ولا عقليه اسيويه، وعلى حساب الميولات ديالها والتتبع ديالها
في الفضاء التواصل. اذا عندنا بزاف ديال العوائق وبزاف ديال الاشياء اللي خلات ان هذا الهوه ما بين الابناء نقولوا والاباء ديالهم او لا الابناء والاجداد ديالهم تكون هوه كبيره ما بيناتهم. الا لاحظنا كتكون العلاقه زوينه ما بين الحفيد والجد عكس العلاقه ما بين الابن والاب. اشنو اللي جاب هذا الاختلاف هذا؟ لانه الجد ملي كيتعامل مع الابن ما كيتعامل معاه باسلوب ديال السلطه، كيتعامل معاه من اسلوب ديال يدوز معاه الوقت حفيدو كما كنقولوا بالشحه تسيلسن الى حدين كيكون واحد النوع ديال الدفاع عليه في حاله الا جا الاب ولا الام باش تعصيه ولا تخاصموا كيتخبى وراء الجد ولا الجده. كما كنقولوا بالشحه كما قلت لك تسيلسن تسيلسن بالدارجه. نمشي معك للمجال القانوني، حيت هنا هضرنا غير ديكورتيكينا شويه العائلات، نهضروا شويه على المشرع واش تطرق ونظم هاد العلاقات ما بين هاد الاصول والفروع ديالهم وكيفاش يتم التنزيل ديالها في القوانين. مثلا غير دابا باش نتفاهموا الجيل اللي كيتحمل المسؤوليه اللي هو ممكن يكون الاب والام، والجيل اللي مازال ما تحملش المسؤوليه اللي هو الابناء والبنات اللي مازال ما وصلوا سن الرشد او مازال يتابعون دراستهم ولا بالنسبه للبنت حتى تتزوج. هنا التصرفات ديالهم كلها يتحملها الاب والزوجه، لانه في هذه الحاله لذلك ما كيكونش تفاهم. الا كيكون الخوف ديال الاب على الابن ديالو باش ما يتعاطى لشي بليه لا قدر الله، ولا يخرج طريق، ولا ما يكملش الدراسه ديالو، ولا يدير شي تصرفات ممكن يتحاسب عليها الاب، مثلا الابن ديالو يضرب شي واحد ولا يهرس شي واحد طوموبيل ولا يدير شي خسائر، راه هنا الاب كيتحمل المسؤوليه ديال تبع التصرف ديال هذا الجيل اللي مازال ما بلغ سن الرشد. وهنا بحكم الاب ما كيعرفش يتحاور مع الابن ديالو، وكيكون في واحد الفتره ديال المراهقه، واحد الفتره ديال هو متشبع واحد الثقافه اجنبيه ولا ثقافه ديال تحرريه الحداثه، ولا فاش كيتفرجوا خاصه الاسره الاب والام كما قلتي كل واحد خدام وما عندوش الوقت باش يراقب الوليدات، ولا حتى يكون واحد العنصر مؤثر على الابن ديالو باش حتى الا كيشوف داكشي اللي كيتبع والافكار وداكشي اللي سميتو باش يتحاور معاه ويفهمه ويقول ليه اتونسيون. حيت الجيل ديال دابا استاذ، الجيل ديال دابا ما كيجيش بالعنف وما كيجيش بالطرق اللي حنا او الجيل اللي قبل منا كبرنا به. حنا كبرنا مع الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا نقولوا بين قوسين العنف، ولكن صرامه فيها اكثر. دابا هاد الطريقه هذه ما غاديش تخدم مع الوليدات اكثر ما غيخدم معهم الحوار. راه هذا هو الاشكال. دابا كتلقى الابن دابا ولا البنت كتفرج في شي حاجه في اليوتيوب ولا في التلفازه ولا في فضاء التواصل الاجتماعي ولا في حوارات، هما عندهم تقنيات ديال الاغراء، تقنيات ديال الاقناع، تقنيات ديال يقبل كيلقى راحته في هذيك الثقافه وهذاك المحتوى. والاب ديال مجرد كيلقاه كيتفرج داك الشيء القامع كيضربوا كيتوري ولا اش كيدير كيتخبى كيخليه حتى كاع ينعس ويتفرج. صحيح. لذلك الله الغلط الكبير بين الجيلين ما كاينش النوع ديال الاقناع، النوع ديال فتح الحوار، وكيكون عنصر سلبي بالنسبه للاسره وحتى العنصر ديال بين الجيلين. لانه شنو هو الهدف ديال الجيل السابق؟ باش تربيه التمرير ديال المسؤوليه. لانه دابا انا كاب اليوم غنمشي في حالي، هو داك الابن ديالك راه حتى هو مستقبلا هو اللي غيكون الاب وغيكون غيرب الاسره. واش غيحافظ على نفس النهج ونفس الثقافه ومن حقه يحط البصمه ديالته وطريقه العيش ديالو، ولكن في اطار المبادئ ديال الاسره، في اطار قيم اللي هي معروفه والقيم ديال المغربيه. لان احنا معروفين على الصعيد الدولي بانه المغرب واحد الشعب اللي حاله خاصه، سواء في العلاقه ديال الانسانيه، في التضامن. راه حتى ملي كان ديك الزلزال وحتى في الفتره ديال كورونا، وحتى في حسن الضيافه، في الكرم، في الدين، هذه قيم زوينه بغينا نمروا عليها. قيم زوينه، ولكن هذا الجيل اللي غيمشي حتى يولي بحال هذوك الناس اللي كانوا جافين، ما كاين العاطفه، كاين غير نص الماده. الى حدين كاين اللي كيصنعوا محتوى وكينشروه مقابل غير
نسبه المشاهده الى حدين كيتنازلك على الكرامه ديالك، يتنازلك على المبادئ، وهذا راه عنصر خطير كيهدد هذا الجيل الاخير اللي الله يهدي. لا حنايا كما قلتي خص يتفتح نقاش فيه صحيح. وبين الجيلان ونشوفوا كيفاش يتعالج خاصنا نفهموا الاباء والاولياء ديال الامور، يفهموا هما شكون ويفهموا وليداتهم شكون، لانهم خلقوا لزمن غير زمانهم. ما يمكنش انا غادي نجي نتحاور مع واحد الدري ديال الزمن العولمه بالطريقه ديال العصر الجاهليه ولا الستينات ولا حوار كبير جدا. نسولك واش عادي يا استاذ داخل واحد المجتمع معروف كما قلتي بالتكافل وباللحمه وبالسونس ديال لا فامي، المعنى او الروح ديال الجماعه وديال العائله، نلقاو اجداد متخلى عنهم او لا ابوين متخلى عنهم او لا ابناء متخلى عنهم. واش عادي هذا الشيء يكون في المجتمع ديالنا؟ كما قلنا سميتو راه وصلنا واحد المجتمع ديال الالتزامات، كل واحد خص يتحمل المسؤوليه ديالو. حتى رعايه الوالدين التزام، رعايه الابناء التزام. الاشكال هنا كما كنقول لك نهار نفقدوا هذيك الثقافه السائده ديال الدفء العائلي وديال الاسره والكرامه والشرف، وبدينا كنفقدوهم، وكيتغى العنصر ديال الماده والتنازلات على مجموعه من المبادئ مقابل هذيك الماده، وخاصه هذا الربح السريع باي وسيله. لانه نهار يكون عندك المبادئ راه ما غتخلاش على المبادئ ديالك، واخا يجيو الاغراءات سواء في الصالير ولا في المدخول ربحي الى غير ذلك. لكن حنايا نتيجه الضغوطات ديال العنصر ديال الماده، نعطيك مثال دابا الابن كيشتغل وكاري ومزوج، والمراه ديالته ما قبلت ليه الام ديالو، والام ديالو ما عندها فين تمشي، راه ارحم ليه هذا العجزه ملي تبقى مع الابن ديالها، وراه ديك ولا غتديه للجنه استاذ. راه دابا هاد المسائل سميتهم ثقافه، راه الا فرط في مو غيفرط في مرتو. دابا شوف، دابا كنقول لك دابا الا هو ماشي ما عندوش الشخصيه وما تشبعش بالمبادئ ديال الاسره والشريعه الاسلاميه وواحد العدد ديال الامور، راه كيكون عنصر فراجيل وضعيف امام تقلبات الحياه. نسولك واحد السؤال استاذ، واش الوالدين عندهم يد او لا كان منهم تقصير في واحد المرحله ما من العمر ديال داك الدري اللي غادي تخليه فاش غادي يكبر يلوح والديه؟ دابا حنايا كنهضروا الصراع بين الجيلين. الام كتقول لك اودي انايا ربيته وتكرفست عليه وكبرته، وتجي واحد المراه وتديه ليا، وكيكون العكس، وهي كتبغي الام هذيك الزوجه ديال الابن ديالو تكون هي الخدامه ديالها وتناولها الى اخره. كاين العكس ثاني، الزوجه كتقول لك انايا واش انايا تزوجت باش نعيش حياتي وسميتو، ولا انايا نكون خدامه ديال مو هادي وهادي. ملي كيكون الصراع بين هاد الجيلين وكل واحد فيهم تربى في واحد الوسط ديال الاسره ديال الانانيه ولا ديال الماده، فهمتيني، وكيشوف سميتو بالنسبه للزوجه هي واحد العنصر ملزم له، بزز عليه خص ينفق عليها، بزز عليه خص يسكنها، وهذه تحت طائله المتابعات القضائيه من طرف الزوجه تدعي الزوج ديالها. بالنسبه للام ديالو من ناحيه ديال مدونه الاسره وحتى القوانين ياك كيقول لك الام انت غير ملزم بالانفاق عليها. كاين الاحسان اليها، يعني الاحسان يعني من باب ماشي الالزام. لذلك وما كتشوفش معايا واش خصو يكون الزام، لان راه الام هذيك راه حملتك وهنا على دابا حنايا ما نخلطوش بين القانون والمدونه الاسره. حنايا هنايا بالنسبه للشريعه الاسلاميه يعني هذه ثقافه كتنشر، الا فقدناها راه فقدنا الاسره، غنوليو بحال الاجانب بحال اسميتو. حنايا عندنا واحد الدين كينشر لنا واحد الثقافه كما قلتي ديال التضامن، ديال بر الوالدين، رضا الوالدين، الجنه، بزاف ديال المعتقدات وبزاف ديال المسائل كيكرسهم الدين ديالنا الاسلامي الحنيف باش يكون هذاك التماسك الاسره الى حد لا تقول لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وما ادراك انت باش تقولي ما ينفقش عليها ولا يتخلى عليها. وفي الجانب الاخر بالنسبه للاباء اللي كيتخلاو على وليداتهم، هو راه كيما هضرنا على تخلي الابناء على الوالدين ديالهم، كاين العكس. كل
شي هاد الشيء يعود المشكل ديال الماده. ما يمكنش تقول لي الاب ولا الام تخلى على الاولاد ديالها الا في الصعوبات الماديه، او عنده شي خلل نفسي ولا عقلي خص يتعرض على شي طبيب نفساني. واخا استاذ، دابا مثلا حنا عندنا حاله ديال ابن دا والديه هو حطهم في دار الرعايه ولا دار المسنين، وهذا الاكراه ديال الماده اللي قلتي ما عندوش، وتبين انه راه يقدر يعول الاب ديالو ولا الام ديالو وما يلوحهاش ولا ما يلوحوش في دار الرعايه. القانون كيفاش كيتعامل مع هذه الحالات؟ واش كيتدخل مباشره او لا ضروري شي دعوه؟ كيفاش كيتدخل القانون في هذه الحاله هذه؟ لا، ما كاينش الانفاق الابناء على الوالدين غير ملزم الا اذا اثبت عسر الوالدين ديالو ويسر الابن ديالو. انا عندي تجربه خاصه بخصوص هذا العجز ديالي تملل، بحكم كنضموا معهم واحد المجموعه من الانشطه لفائده هذوك الاباء والامهات اللي في العجزه. كتلقاهم الابناء ديالهم عياو، اما هو مريض باه ولا امه مريضه مرض خطير وخصو لينا ولو والرعايه واسبيتو، وكيدير تدخلات ديالو باش يدموا ولا باه ويحطوا تما. كاين لا اللي تخلى عليهم كما قلتي نتيجه المشاكل بين الزوجه، كيكون بين نارين، واش يختار الزوجه ديالته ولا يختار مو ولا باه. الا اختار الزوجه الا اختار مو وباه راه غيبقى غيكون عنده مشكل مع المراه، وغيكون مشكل ديال الاولاد، وغيضيع على المصير ديال المستقبل ديال الابناء ديالو، وغيعيش سميتو. لانه راه حتى كما قلنا الصراع بين الجيلين، اما نشر الثقافه ديال الاسره المغربيه التي تعتمد على مجموعه من الاعراف والشريعه الاسلاميه والدين الحنيف، وكذلك حتى الدوله المغربيه في البرامج الدراسيه كاين ضعف. الا لاحظتوا حنايا في الثمانينيات والتسعينيات قرينا في واحد البرنامج دراسي اللي كله عامر بالجانب الديني والشريعه الاسلاميه والاسري، وحاليا قليل الى حد شبه منعدم، الى حد شبه منعدم، وحتى ما عنده الاهميه حتى ما كيوريش في النقطه ديالو. لذلك الدري باش ينجح كيمشي لهذوك المواد اللي فيهم خص ضروري علميه باش ينجح فيها. وهذيك قال لك انا كاع ملي قريتها غير عنصر غير نجي فيها غير من نحارب غير الصفر ولا دون المعدل. هذا الشيء راه مروج ليه. نهضروا استاذ على الحالات ديال التعنيف ديال الاصول. بالنسبه للتعنيف ديال الاصول تعنيف جسدي، حيت ممكن يكون تعنيف نفسي وكيكون تعنيف جسدي. بالنسبه للتعنيف الجسدي ديال الاصول من طرف الفروع ديالهم، وحنا كنعرفوا الله سبحانه وتعالى راه وصانا على الوالدين. كيفاش كيتعامل المشرع مع هذا التعنيف؟ وشنو هي الاحكام اللي كتصدر ضد الابناء اللي كيعنفوا والديهم؟ وواش هذه الاحكام اللي كتصدر رادعه، يعني ما كيبقاوش يتعاودوا عندنا هذه الحالات، ولا غير احكام كتصدر وصافي؟ لا، بالنسبه للقانون الجنائي المغربي واضح في هذه المسائل ديال العنف ضد الاصول وكيتشدد فيها الى حد، ولكن القضاء المغربي كيتعامل مع هاد الحالات، لان دازوا عندي حالات في المكتب اللي الاب تعرض للعنف ولا الام تعرضت للعنف، كيكونوا عندهم عاهات كيسبوا لهم في عاهات اللي كتكون المهم كاين حتى اضرار نفسيه ديال الاب باش يلقى ولده باش يضربه. هو غير الا قلتي لي شي كلمه ما ولا يمشي يدعي ويمشي يشكي به عند الوكيل، وكيتعتقل الابن. وكتلقى في بعض الحالات الاب كيكون متشدد مع الابن ديالو، لانه خاصه الابناء المدمنين، لانهم اللي كيكون مدمنين اما كيزير با باش يعطيه فلوس، ولا كيجي في حاله سكر ما كيعرفش كيدير، ولا الى غير ذلك. هنايا القضاء المغربي فعلا متشدد في هذه المسائل، ولكن كيكون الثاني كذلك القضاء المغربي كيكون رحيم مع الابناء في حاله تنازل ديال الاب ولا الام على الشكايه. شحال من حاله غتنازل الام غتنازل لان الكبده، ولكن القانون كاين الا سمحتي لي القانون خصو يكون صارم. غير انايا كاين حالات دوزتهم بمجرد الام كتنازل وكتطلب من القاضي صافي راه ولدي صافي راه ما قديش مازال ندي ليه القفه للحبس، راه واخا ضربني واخا دار ليا كانت من القاضي عافاك راه كنت نازل ليه وسمحت ليه. وهنا القاضي كيدير شويه ديال الردع النفسي والمعنوي واللفظي في حق هذاك الابن، وكيقول لها اخر مره
غنسمحوا لك. واني راه بعد دوز واحد السيمانه ديال الردع في السجن، وملي سميتو كيقول ليه الا مازال جات امك ولا باك شكا بك، راه هاد المره حنايا راه واخا تسمح لك امك ولا باك راه ما غنسمحوا لك انت. وكيخرج وكيتحكم عليه استاذ ياسر، سمحتي لي، الطبيعي هو ان الاولاد كيحسنوا وكيتعاملوا بشكل جيد مع والديهم. كنهضروا على الحالات العاديه والسويه، ما كنهضروش على الحالات الشاده اللي كيتعرضوا فيها الوليدات في الصغر ديالهم الانواع الشتى ديال التعنيف. فاش كيكبروا كيبغيو ينتقموا. لا فعلا هذا العنف الوالدين ضد الابناء ديالهم كيكون من بين الاسباب. كاين مشكل كبير عندنا في المغرب وغير مجرب بالشكل الذي يحمي حقوق الطفل بحال اوروبا راه غير يقول لهم في المدرسه ضربني با ولا امي راه تقعد الدنيا ولا تقوم ولا تقعد. حنا في المغرب لا، من حقه يضربك، اسمح لي. هو كانت واحد الوقيته كيضربك هو ويضربك الجار ويضربك العم ويضربك الخال. كاين شي والدين راه عرفتي السليخ لولادهم، غتخاصم معاه غتهددو. كاين طرق ديال التربيه، وانت تهز العصا ولا الصمته ولا الكابل وتسلخ في ولدك وهو ما فيه حتى 20 كيلو ولا 15 كيلو. التعنيف ماشي التعنيف ماشي طريقه سليمه للتربيه. وكيكونوا تراكمات وعقد لهاد الابناء في صغرهم ديال هاد. باش نكمل لك السؤال، كنهضروا على الطريقه، على الحالات السويه، فاش كيكون مثلا العلاقه ما بين الاب والابن ديالهم من الصغر كتكون مزيانه، ولكن لسبب ديال الادمان كما قلتي او لي مشاكل نفسيه كيعنف الابن الاب ديالو. واش من بعد ما كيكون مثلا الحبس ديالو متنازل مثلا عليه، واش كتكون مواكبه نفسيه لهاد الابن هذا بينا نعرفوا علاش عنف؟ واش كاين تساؤل علاش هذا الدري كيعنف باه؟ واش كاينه دراسه؟ واش الجسم القضائي كيخدم على هذا الجانب هذا، ولا صافي دوز الفتره ديالو الحبسيه وسمحت ليه مو صافي الله يعاون الله يعاون؟ داير عندنا بزاف المؤسسات واني خص التفعيل ديالها. نعطيكم مثال، راه قري اللي عارف بان كاين المساعدين الاجتماعيين على مستوى جميع المحاكم في المغرب، ومكونين في اعلى مستوى من التكوين، والدور ديالهم المواكبه النفسيه والاجتماعيه، وحتى دراسه ديال الحالات الاجتماعيه ديال الاسره، وخاصه عند في حال هذا الشيء ديال الطلاق ولا النزاع بين الاباء والاولاد ديالو الى حد باش كيديروا التقرير ديالهم، وحتى كيكون بحال قلتي خيط بيض. وكاين هذا الشيء سواء على مستوى النيابه العامه مع البوليس، مازال الملف كاع ما وصل للمحكمه، وحتى على مستوى الرئاسه الى الملف كيرجع في المحكمه. لذلك كاين هذه المؤسسه، ولكن التفعيل ديالها ومعرفه الناس ليها واللجوء ليها مازال ضعيف. وحتى العنصر اللي كيكون العصا ديال المجتمع المدني المغربي هو الاسر القرويه. اما المدينه راه تبارك الله موفر، قريب ليها الكوميسيريه، قريب ليها سيارات الاسعاف، قريب ليها البومبيه، الوقايه المدنيه لغير ذلك. اما المجال القروي الا كيعرف القائد راه الشيخ ولا المقدم راه انجاز عظيم. هنا بغيت غير العقوبه الاصل فيها هو التاديب والتهذيب والتقويم. فاش كتكون هذه العقوبه صادره في حق الابن وكيخرج كيعاود نفس الفعل، راه ما ادبنا ما هدبنا ما قومنا. اذا الاحكام اللي ما كتعطينيش هاد الخاصيات هذه يعني لا طائل منها ولا فائده. اكبر غلط بعدا ملي كيكون الابن قصير وكنديوه للسجن. ملي كنديوه للسجن، في السجن راه مخلطه الدعوه تما، ها القاصرين المجنحين، ها اللي عندهم سن الرشد، ها المحترفين. اش كيديروا في الحبس؟ ما كاين لا خدمه لا والو. الا سيقوا شي وحدين كيسيقوا كيديروا منهم باش يسيقوا السجن، وشي وحدين كيدوهم باش يعني كيجيب سلوكات جديده من تما. الوقت الفارغ اش كيديروا فيه؟ كيجمعوا كل واحد كيعاود القصه ديالو، ومن تما كيكونوا التراكمات، كيجيب سلوكيات جديده. اذا ماشي الهدف. اذا التاديب بالنسبه للولاد اللي كيعنفوا والديهم، انا بالنسبه لي خاصو يكون بطريقه اخرى. يعني خاصني ذاك المصلح الاجتماعي يجلس معاه يعرف علاش شنو هو اللي دا كان عنده ادمان، خاصو يتعالج من الادمان. انا نقول لك واحد، نمشيو للب ديال المشكل، ماشي نبقاو ندوروا عليه. نقول لك واحد القضيه، حنا في المغرب راه مازال ما عندناش العقوبات ديال اعاده الادماج. النهار نوصلوا واحد المستوى نديروا اتفاقيه شراكه مع الشركات الخاصه، اي واحد تشد في الحبس
الغد ليه يمشي يخدم، كيدوزوا ليه لوطروتيان وكيخدم وكيدير فورماسيون. الا هو صالح للبناء يصيفطوه للبني، الا صالح للفلاحه يمشي للفلاحه، الخياطه، طابخ، هذه تماش كيطرى. ملي كيمشي كيدوز هذيك 3 شهور ولا عام ولا عامين في السجن عن طريق الخدمه، كيتروض على الخدمه، لانه الخدمه راه دواء، لانه تعمر ليه الفراغ ديالو. ملي كتديه للحبس راه مكلف بالنسبه للدوله، مكلف، وحتى كتزيد ليه الفراغ وتعطيه. انا عندي واحد السجين عرفتش قال لي خصني ندير شي منتف باش انا دابا مكرفس هنا في رمضان، خصني ندير منتف باش نمشي ندوز رمضان في السجن، يلا اوتيل، لانه هنايا خصو ما ياكلوا هادي وهادي، تما راه كل شيء الماكله والصحه وحتى التطبيب نمشي معاك بعيد. كاين حالات اللي كيكون عنده الدياليز ولا عنده شي مرض القلب ولا شي مرض خايب، كيدير منتف باش يمشي للحبس، لان كيمشي للحبس كل شيء التطبيب ديالو حتى العمليه الجراحه كل شيء على حساب الدوله بالمجان. الى هنايا غيتكرفس. لذلك حنايا السجن نهار الا ما حولناه على الصين باش ربحتنا، ما عندهم السجين يجلس، هما السجين هما اللي بناو القناطر والطرقات والبنايات، التكليف الاجتماعي كيديروهم. لذلك نهار نحولوا السجن يكون مؤسسه ديال الانتاج ينتج، ماشي غير يكون مستهلك، راه ان شاء الله راه غنكونوا بخير ان شاء الله. نمشيو لواحد الطابو كان مسكوت عليه، نهضروا على زنا المحارم. هو طابو وانحلال اخلاقي مسكوت عليه لواحد لمده طويله بسبب الحشومه والعيب والعار. شنو غادي يقولوا الناس؟ راه باك هذاك حشومه، راه عمك هذاك حشومه، وكتضطر البنت انها اولا الدري انه يسكت ويكمدها لقلبه وما يفصحش على داكشي اللي كيضرو. دابا ما بقاش مسكوت عليه، ولا كاع كيتاجروا به الناس. المشرع شنو دار باش يعالج هاد الحالات هادي من النواحي كلها؟ واش كاينه عقوبه كطيح على الاب او العم او الاخ اللي اعتدى على البنت؟ وديك البنت شنو هي الحوايج اللي درناها ليها باش اننا نخففوا عليها نفسيا؟ ودي ما نكذب عليك، زنا المحارم مازال المغرب ما كايناش الاراده، سواء على مستوى وزاره العدل. نهار تكون الاراده غيتحل المشكل. راه اوروبا قاصره تمشي لمالها الليلي، هي تحرش بالذكور ما يمكنش يمسها، لانه كيعرف العقوبه وصلت حتى ل 30 عام الحبس. ولكن هذه ثاني راه بساله. لا كنقول لك انايا الشخص العاقل الرشيد ما يمكنش يفكر يتطول على البنت القصيره وحتى الابن، لانه دابا مشكله حتى الابناء. وراه مشكل دابا حنايا عندنا في المدارس، عندنا حنا كنهضروا غير على المحارم في الفقيه ولا المدن ديال الجامع، راه البلاصه اللي كتسنى منها هي تنشر الثقافه ديال الدين والمسائل والمبادئ. حنا دابا كنهضروا غير على المصدر ديال الامان، دابا اللي ما بقاش مصدر امان. كيفاش المشرع كيتعامل في هذا القضيه؟ شوف المشكل اللي عندنا الا غيتحل هذا المشكل خص يكون تشدد في العقوبه. واحد جوج، هذاك الابن ولا البنت اللي كتعرض لهذا الاعتداء الجنسي عن طريق زنا المحارم، سواء من طرف الاب ولا الاخوه ولا الاعمام الى غير، وحتى لمن لهم عليه السلطه، خص تكون عنده الحمايه. اول حاجه ما زلنا كنطالبوا بمراكز الاستماع، ما كاينينش مراكز الايواء، ما كاينينش. هاد البنت دابا عندها 12 ولا 14 عام بات تصرح، شكون اللي غيحميها؟ راه خايفه من باها، صحيح، يجري عليها فين غاديه، خايفه من خوها يقتلها، خايفه من العيب، خايفه من السوها، ولا كاع صدقات حامل فين غتمشي. اما النهار تعرف هاد البنت بانها محميه، اول حاجه خص اللي يستمع ليها، يعني مركز الاستماع. وهاد المراكز الاستماع خص يكونوا سريه، وخص جميع الابناء. كتلقى في فرنسا الدري ولا البنت صغيره كتلقى مازال حال في الابتدائي عارفه كلشي هاد الحقوق، وعارفه بانه نهار تهضر ما تخاف من باها من حتى واحد. الحاجه الثانيه مراكز الايواء، فين غاديه هذه؟ فين غتحمى؟ راه غيعلقوها ويقتلوها كاع ولا يسلخوها. وكاين حالات اللي تقتلوا فيهم البنات علاش؟ لانها صرحت بان باها ولا عمها اعتدى عليها. اشنو؟ لذلك نهار يكونوا هاد ونزيد راه عاروا رؤوس الاصابع الجمعيات اللي داروا مراكز الايواء
ومراكز الاستماع. وكيضطروا ملي كيديروا هاد المراكز الايواء يكريو الديور في شي مناطق اللي ما يمكنش حتى واحد يعرفهم، لان من بين الشروط ديال حمايه هاد الضحايا السريه التامه، لانه راه مشكل. شنو هو الاحكام اللي بحكم الاشتغال ديالك في هذا المجال ديال المحاماه، شنو هو اقصى حكم تفرض او لا اقصى حكم تحكم على واحد الاب او لا واحد الاخ او لا واحد العم؟ غير هاد الزياره المحارمه راه كاين العقوبه مشدده، لانه كاين عنصر القرابه. عطينا ارقام. راه الى حتى 20 سنه الحبس في اي حاله كتوصل 20 سنه. ولكن راه المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ كيقول لك رضاء الضحيه. لذلك في هذوك الحالات اللي دازوا عندي ياك كيقول لك اسيدي بغات وهي صغيره، راه هذا هو المشكل. نهار نحيدوا هذه العقليه وهذا القانون يتبدل بانه القصير رفع عنه القلم، ما تقولش لي صغير، واخا بغات ومشات معاك مازال ما عندها تربيه جنسيه، مازال ما فهماتش. بحال الحاله اللي عندي في طاطا داروا ليهم عام، قال لك راه بغات مشات معاهم بخاطرها ومارسوا معها الجنس. ولكن حنا ملي استنفناه وترافعنا ودخلوا جمعيات المجتمع المدني وترنا الانتباه ديالهم وناقشنا بانه القصيره واخا راه بغات ما كاينش العقل، راه شحال عطاهم 4 سنين يعني. رغم ذلك الحكم غير مؤثر. والكارثه استاذ الى تعنفات او لا البنت الا طلعت حامله، شنو هو الحل؟ الا مثلا تم الاعتداء عليها من طرف الغريب راه كيزوجوها ليه، وهذا اخطر ما يكون. وحتى هذاك الزواج راه فيه هذا اخطر ما يكون، حتى لان باش انك تزوج واحد البنت لواحد الشخص اعتدى عليها غير باش نستروا القضيه، هذا راه خطير جدا. هاد البنت هذه اللي كتكون حامله من باها او لا حامله من خوها، اشنو هو المصير ديال داك الدري؟ كيفاش غتكون الحياه ديال هاد البنت من بعد؟ اشنو هما الاحكام اللي كتصدر؟ واش كاينه شي حاجه؟ وهذا دابا هذا الموضوع يطرح بشده في التعديلات ديال هذه مدونه الاسره. كيقول لك من تسبب في انشاء حق ولا التزام ملزم بتبعاته. بمعنى يعني حنا بحال قلتي غنحيدوا مدونه الاسره وغندخلوا القانون المدني. واش انت السبب حتى تزاد هاد البنت؟ واش انت السبب حتى تزاد هاد الولد؟ راه خصك تحمل المصاريف ديالو مني ماشي في اطار مدونه الاسره، لان حنا كنهضروا حتى نعياو. راه مدونه الاسره خلقت للمسلمين، ولكن راه فيها مره كيدخلوني فيها غير المسلمين، المغاربه غير المسلمين، فهمتيني. وهنايا غايقول لك سميتو خص هذاك الاب اللي السبب ديال هذاك الابن في علاقه فساد او علاقه غير شرعيه ولا علاقه يستعطي فيها سميتو، خصك تحمل التبعات ديالو. وديما هنا كنهضروا على التبعات الماديه، ديما كنهضروا على اقرا ويلبس ويشرب، ولكن ما هو نفسي. واش هذاك غيقول ذاك الراجل جدي ولا با، وهذه واش غيقول ليها امي ولا اختي؟ هذا الشيء واش الا جيتي من ناحيه شوف الا جيتي من ناحيه ديال القانونيه ولا الشرعيه ولا حتى الاسريه والمسائل ديال المجتمع المغربي، خص هذاك الدري ما يعرف كاع واش هذاك باه، لانه واش انت بابا وامي باباك. ولكن راه فهمتيني، فهمتك، ولكن كاين اشكال. هذا الشيء علاش كنسولك، والمشرع واش فكر في هذا الشيء؟ واش لقى ليه شي حل؟ واش دار ليه شي طرق لان باش نردعوا هاد الناس هادو يعرف بان هذيك راه كتسنى منه الحمايه؟ الا كان مريض نديوه للسبيطار. الا مازال كنسمعوا الاغتصابات والافتزاز البكرات ديال البنات، وكنسمعوا احكام قضائيه تتراوح بين سنه او البراءه او 4 سنوات، ما ننتظروش التغيير. لانه يجب اعاده النظر في مثل هذه الملفات. يجب بناء المجتمع من جديد، هذا هو الحل. لا ماشي يجب ان يتدخل القانون بقوه، لانه ملي كيكونوا هذه الحالات شاده وتتكاثر، يعني القانون الردعي ما دارش العمل ديالو. خص يكون التشدد في القانون الردعي زائد القانون الاجتماعي اللي هو التوعيه والمؤسسات والمواكبه. والحاجه المهمه راه يجب اعاده النظر في المناهج التربويه ديالنا ديال التعليم. صحيح. وحتى المجتمع المدني. انا نقول لك الدور ديالو، نقول لك عندنا جمعيات بالالاف. ممكن نقول لك في المغرب كل نهار كتخلق لك 1000 جمعيه
ولكن جمعيات من اجل لا شيء. شكرا لك استاذ، كنشكركم. دائما النقاش معك شيق وديما كنجبدوا شي حالات اللي من قاع الخبيه كما كنقولوا. كنشكرك جزيل الشكر على الاستفاضه ديالك وكتعطينا من تجربتك. كنشكر البرنامج ديالكم على الجرأه ديالته وعلى المواكبه ديالته ديال نبضات المجتمع المغربي. هذا واجب. شكرا لك ونستضيفك ان شاء الله في حلقات جايه من برنامج. لنا الشرف حتى نحن. واش عادي، مرحبا. شكرا جزيلا.